السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن الوافد الجديد وبديل أمين حارج، والأمر يتعلق بأنس الزروري. إضافة إلى ذلك سنعطي نبذة تعريفية. رسميا أنس الزروري بديل لأمين حارج، فبالرغم من أن أنس لا يتواجد في اللائحة الموسعة التي تم إرسالها مؤخرا للاتحاد الدولي والد الركراكي، وهناك العديد من يقول كيف لأنس الزروري أن يعوض حارث، لكن قانون الفيفا يمنح للركراكي حق تغيير أي لاعب بشرط أن يكون ذلك اللاعب مصاب حتى وإن كان خارج القائمة الموسعة، وذلك يتم بعد 14 نوفمبر. وهذا ما جعل الركراكي يتريث شيئا ما في الإعلان عن بديل أمين حارث. إذا باختصار الركراكي انتظر ما بعد 14 من هذا الشهر لاستدعاء أنس الزروري، لأنه هذا الأخير لا يتواجد في القائمة الموسعة. بل أكثر من هذا، فأنس الزروري يتوفر على بطاقة جواز مغربية، وفي حالة ما شارك مع المنتخب في إحدى المباريات ستستبدل جنسيته الرياضية مباشرة، وهذا شرط كافي جدا عند الاتحاد الدولي لكرة القدم لتبديل الجنسية الرياضية للاعب. وللإضافة فقط، فأنس الزروري سيحمل رقم 10، لأن في قانون الاتحاد الدولي فأي لاعب استبدل بسبب الإصابة من يعوضه يحمل نفس الرقم اللاعب المستبدل، حتى وإن كان حارس المرمى ويحمل رقم 1. هذا فيما يخص كيف تم استدعائه. أما الآن سنعطيكم نبذة مختصرة عن أنس الزروري. أنس الزروري من مواليد 7 نوفمبر عام 2000، يشغل مركز جناح في نادي برينلي الإنجليزي حالا. تدرج عبر عدة أندية بلجيكية إلى أن يصل إلى نادي رويال شارلو، ومن ثم إلى أن يصل إلى لوميل يونايتد، إلى أن يوقع عقد مع بيرنلي في دوري البطولة الإنجليزية في 30 غشت عام 2022. أنس تدرج عبر جميع الفئات السنية للمنتخب البلجيكي إلى أن يصل إلى المنتخب الأولمبي، لكنه لم يتلقى أي دعوة من الفريق الأول للمنتخب البلجيكي، وهذا ما استغله الركراكي ونادى عليه لتعويض أمين حارث. وبهذا قد نكون انتهينا. دمتم في رعاية الله.